بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة طبعا لري الزيتون بشكل منتظم علشان ما يقعش معاك الأزهار أو تقع معاك الحب بعد ما يصير حب. طيب بالنسبة للزيتون فأنت لازم ترويه كل أسبوع فقط لا غير. بترويه بشكل عام كل أسبوع، بتبدأ تعبي الحوض اللي انت عامله له أو لسه صغير، بتبدأ تعبي النقرة اللي هي فيها. يعني بتبدأ ترويه بشكل عام كل مرة أسبوع، بيتحمل إلى العطش. بالنسبة طبعا شجرة الزيتون وهي جذورها يا جماعة ما بتنزلش نهائي، فهي جذورها على سطح التربة. هي لها جذور لتحت ماشي، بس برضو جذورها الكبيرة وهي قاعدة في النباتة من فوق على سطح التربة. لذلك لما تيجي تبحث حوالين الشجرة ما توطيش لتحت او ما تبحثش لتحت نهائي، يعني خليك على سطح التربة من فوق علشان ما تسببش اضرار الى شجرة الزيتون. متى تحصد الزيتون العادي؟ الزيتون العادي اللي هو بتبقى الزيتونة بتاعته لونها مسود شوية. طيب علشان تحصدها في الوقت المناسب فانت لازم لما تبدأ تغير اللون بتاعها، تبدأ انت تحصدها، ما تسيبهاش تقع لوحدها من الشجرة عشان ما يصيرش عندك اضرار للزيتون. وبالشكل طب بالنسبة للطريقة دي فهي دي الطريقة المضمونة، بيبدأ اللون يسود معاك شوية فانت كده بتبدأ ايه تحصد الزيتون بتاعك. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة، عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى مسا عليكم من أخوكم أدهم من قناة عالم الزراعة. السلام عليكم.